قديم الزمان حتى كان الحبق والسوسن في حجر نبيل عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان عمي بوشتة الحطاب كيعيش في نوالة مع مراته وجوج بناتو، هاني وفرحان وحمد الله على الصحة والرزيق. كيحطب من الغابة ويبيع العواد ويشري بثمنهم القوت والزاد. واحد النهار ما بقاش لقى العواد ديال الحطب، ودخل وسط الغابة وبفاسو بدا كيضرب ويجمع العواد، وهو يوقف عليه واحد العفريت طويل وغليظ. ولكن عمي بوشتة ما خاف ما ترعد، قال ليه الجن: راك صدعتيني ومن نعسي فيقتيني. ايوا سيدي العفريت، انا حطب وولادي كيتسناو مني الرزق باش يعيشوا، وانا رزقي هنا لقيتو. ايوا هاك هاد الطاجين فوق ما عريتيه غادي تلقى فيه ما بغيتي وتشهيتي. شكرو عمي بوشتة ورجع فرحان عند مراتو وعاود لها الحكاية وأمرها باش تحفظ السر. دازت أيام والجيران شافوا النعمة اللي بانت على الحطاب وحسدوه، وبدا يسولو بناتو حتى عرفوا السر، ودخلوا سرقوا الطاجين وبدلوه بواحد آخر. ملي جا الحطاب يتعشى حل الطاجين وما لقى فيه والو، وناض في الصباح مشى لشغلو، بدا يضرب فاسو وفيق العفريت من نعاسو. جا العفريت مقلق وقال ليه: ياك غنيتك، علاش رجعتي تفيقني تاني؟ ايوا سيدي العفريت، راه الطاجين اللي عطيتيني ما بقى فيه والو وخرجت نخدم على وليداتي. ما يمكنش، هادوك جيرانك سرقوه بسبب السر اللي ما حفظتوه. ايوا دابا هاك هاد القنديل اللي كيطيح منه الذهب والنقرة ملي تشعل ليه لفتيه، وهاك معاه هاد 3 ديال العصيات، كل عصا حطها مورا الباب، وكل وحدة ساكنها خادم عفريت يخدم لك القنديل. ولكن وصي ناس دارك للسر يحفظوه، وإن شاء الله يعني مقدارك. شكرو الحطاب ورجع لخيمتو فرحان وعاش مهني وحير الجيران. لكن سيادي الجيران ما تهناو وتجسوا عليه حتى عرفوا السر. ملي دخل السراق يشفى القنديل طاحوا عليه العصا بالدق والتبعديل، هو يغوت وما ينزلوا عليه خبط 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 حتى سخف وطاح، وندم علاش فكر كاع يسرق الحطاب. داز ايام وشهور والحطاب حامد شكر الله. واحد النهار مشى للغابة وبدا يعيط على العفريت وفيقو وناض يغوت ويقول ليه: اش بغيتي تاني؟ علاش تجي عندي تصدعني؟ ايوا سيد العفريت، جيت نشكرك ونطلبك تقبل بنتي غنو اكبر بناتي، وهي الزوينة فيهم زوجة ليك، عرفان مني على الخير فاش غرقتيني. انا ملك الجن وعندي من الزوجات الالوف من الجن والانس، ولكن ما غاديش نرفض الهديه ديالك، وبنتك غنزوجها لولدي غنوش. ما نلقاش لي حسن، لاني كنحترم فيك التفاني وحب العمل وانك ترضى بلا قليل. فرح الحطاب وقال ليه العفريت: خاصك تعرف بانه حنا الجن عندنا تقاليد ما نغيروها ما نبدلوها. ودابا سير عند غنو وقول لها تغسل بنتها وتلبسها وتحني ليها وتزينها وتدخلها في بيت بوحدها، وتحط ليها الزاد وتسد عليها الباب، وما يعاود يشوفها حتى حد، لا انت ولا هي ولا خوتها ولا جيرانها، وتخبيو خبار زواجها وما يسيق له حد خبار. رجع الحطاب لدارو، غنو فرحات وسعدات ومشطات وتقادات. بعد 3 ايام جاء امير الجن وخدامو لدار الحطاب وداو غنو بلا ما تشوفهم. وملي فاقت لقات راسها في قصر عمر عينيها ما شافت بحالو. في كل ما كانت تمنى كانت كتحس بغنوش قدامها،
لكن ما كانتش كتشوفو. كان كيخرج في الصباح وما يرجع حتى العشية، حيت ما يمكنش ليها تشوفو ولا تكلمو حتى يكمل العام على زواجهم. وهذه هي عوايد الجنون. صبرات المسكينة حتى دازت 9 شهور وما بقى والو تشوف راجلها، لكن صبرها تقادى وقالت له بغيت نشوف والديا راه توحشتهم. وجاوبها بصوت حنين: غمض عينيك. غمضات وفتحات، لقات راسها في دارهم، بدات تعنق في خواتاتها امها وجارتها وتفضح السر. سولوها على رجلها كي داير، بيض ولا كحل، طويل ولا قصير. تبهدت وحلات فمها، قالت ليهم عمري ما شفتو، كيجي في العشاء وكيمشي مع الفجر وما كيشعلش ضده. تعجبوا قالوا ليها المرة الماجية خليه حتى ينعس وشعلي الشمعة وطلي عليه. دازت 3 أيام الضيافة وسدات عينيها وحلاتهم في قصرها الجميل، ودارت ما نصحوها بخواتاتها وضوت على رجلها الشمعة. قفزات وتبهدت من داكشي اللي شافت، لقات راسها ناعسة حدا مخلوق سبحان اللي خلقه، آية في الجمال، وعمر عينيها ما شافت زين مثلو. تردات يديها وطاحت نقطة الشمع عليه، فاق من نعس وهو كيغوت: والحمقى خرجتي عليا وعلى راسك، واش ما عرفتيش اش درتي؟ راه انا مسحور، كنولي طير بالنهار وراجل بالليل، وكان ببقى لي غير 3 شهور ونبرى ونبقى معاك طول العمر. وشوفي دابا راك حكمتي عليا باش نبقى طير كل حياتي بالليل وبالنهار. ايوا يا سيدي، المسكين تحول طوير وفرفر وعلى حتى لفوق الشجر، وعطاه النواح والبكى على صقعيتو اللي لقاتو بمرا فضولية وخفيفة. اما غنوش الصقعة فخرجات من قصر غنوش كتبكي وتندب حناكها وتضرب على جنابها وتقول: يا تعس الايام اللي كنت فيها ميرة وما حمدش الله على الخميرة، وهنا راجعة القاهرة في الدويرة. وشاع خبرها بين العباد وبداو يضحكوا عليها، وباها كيقول الحمد لله على المكتب. خرجت دور في السوق وتقلب وتسول، مشات عند مول الذهب، لقات عنده تاج مرصع بالياقوت والجوهر. سولاتو: دين من هذا؟ قال لها: هذا تاج لاله غنو اللي ما حفظت سر دارها وغادي نبيعو لغيرها. وبدات تبكي على ايامها، ودازت على الخياط، لقات عنده قفطان مخيط بالذهب والحرير الصيني وبهرها بزينو، وقالت ليه: لمن هذا؟ قال ليها: ديال لاله غنو الخفيفة اللي خرجت على رجلها ورداتو طير، ودابا غادي تديه مولاد الزهر والتيسير. بكات، وكل ما دازت عند حرايفي الا لقاتو كان كيصنع لها دهازها، حيت عرسها كان قرب وما بقى لي غير 3 شهور. خرجت من مدينتها، قصدت الغابة هايمة وتايهة، حتى عيات وتكات على شجرة وفوقها كان العش ديال 2 حمامات داويات. الأولى قالت للثانية: ما الشجر كله ورقه خضرين إلا ديك الشجرة ورقها مدبانين وصفرين؟ جاوباتها قالت ليها: حق لها مات صفار سيدي غنوش ساكن فيها. وخفت اللسان قالت: هكذا كيبقى على طول الايام الا اذا كلا لحمنا البنين. غوتت عليها صاحبتها وقالت ليها: سكتي، راه سرنا فضحتي، لو سمعك شي انسي ولا جني فما ماتنا تسببتي. فرحات لاله غنو وبقات عاسه عليهم حتى الليل، ملي نعسو قبضاتهم وداتهم وفي دارها طيباتهم وكلاتهم الغنوش اللي ترعد وشاعت السما بالبرق والرعد. تخلعات وسخفات، وملي فاقت لقات راسها في قصرها وغنوش عند راسها كي البدر في تمامو، وهي في احلى حله، وصاروا كي الشمس والقمر، كل واحد فيهم احسن من الثاني. فرحات الناس وجاهم الهدايا من كل مكان، وعاشوا في تبات ونبات، وزهات ايامهم بالصبيان والبنات. وهكذا سالات حكايتنا وطارت مع الايام بين سطور عبرة واحلام. لكل حكاية بداية ولكل حكاية ختام.
واللي سمعها وفهمها ينعس مرتاح. فيا سامع القول ويا فاهم الكلام، خد منها ما يفيد واترك الأوهام. في الدنيا فانية والباقي هو الدوام، وذكر الله خير من كل مقام. صلوا على النبي خير الأنام. وهكذا حكايتنا انتهت بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكاية مقيدش. بسم الله بدينا، وعلى نبينا صلينا، وآل محمد ما نسينا. يا سامعين الكلام ويا حاضرين معنا في هذا المقام، حكايتنا اليوم على واحد الراجل من زمان كان مزوج ب4 نساء كيف الريحان، لكن القدر ما رزقه بالذرية. دازوا العوام والسنين وهو يتمنى شي بنية ولا وليد. قلبه كان حزين ومهموم، يشوف الناس بولادها وهو محروم. عيالاته 4 كل وحدة كتقول زين عندي، لكن البيت خاوي من حس الولاد. ايوا يا سيادي، الراجل ما خلى لا طبيب ولا فقيه، ما خلى عشاب ولا شريف، كل واحد كيعطيه دواء في شكل، لكن الحال هو الحال ما تبدل. حتى لواحد النهار سمع بواحد الشريف بعيد في واحد الجبال، قالوا عليه مدبر وحكيم، دواء يديه يشفي السقيم والعقيم. عزم الراجل وتوكل على الله وقصد داك الشريف، بالك يلقى عنده مناه. جمع زادو وشمر على دراعو، وقال مرتو الصغيرة اللي سميتها عيشة لا تنسى، وكانت هي أقربهم لقلبو وقليبو كانت يرتاح ليها. عيشة، أنا غادي في طريق بعيدة نقلب على الدواء، ربما ربي يجيب التيسير. ايوا تهلاي في الدار وفي خواتاتك ودعي معايا بالتيسير والسلامة. وسير يا سيدي بسلامة، ربي يكون معاك، حنا هنا كندعيو معاك ليل ونهار حتى ترجع لنا بالبشارة. سير الله ينقي طريقك من الشوك، آمين يا رب العالمين. ومشى الراجل في طريقه أيام وليالي كيقطع الجبال والوديان، لقى مشقة في الطريق، لكن الأمل في قلبه ما غاب حتى وصل عند داك الشريف. لقاه في واحد المغارة وجهه منور عليه الهيبة والوقار، كلامه حكمة وكلها أسرار. دخل عنده الراجل وسلم وحكى ليه قصته والهم اللي كيألم. الشريف تبسم وقال: يا وليدي، كل شي بيد الله، هو اللي كيعطي وهو اللي كيدي. أنا غنعطيك 4 تفاحات، 3 كبار وواحدة صغيرة فيها البركة. ملي ترجع لدارك أعطي لكل مرة تفاحة من الكبار، والتفاحة الصغيرة اللي فيها الأسرار أعطيها للمرة اللي كتقنع وكترضى بالقليل، وما تطمعش في الكبيرة، راه القناعة كنز ما يفنى، واللي يرضى بالقليل ربي غناه. الراجل فرح بكلام الشريف وشكره ودعا معاه بالخير. خدا دوك التفاح اللي كانوا كيلمعوا كيف الذهب، ألوانهم زاهية، 3 قد الكف، حمر وصفر، والتفاحة الرابعة صغيرة ومدورة، خضرة كيف الزمرد الحر. ودع الشريف ورجع دوارو، والفرحة في قلبه شاعلة. وصل الراجل لدارو من بعد سفر طويل، جمع عيالاته 4 وقال لهم قول جميل: ايوا عيالاتي، جبت لكم معايا هدية من عند الشريف الكبير، ايوا ان شاء الله فيها الشفاء والذرية. وخرج دوك التفاحات من القفة وبدا يوريهم ليهم وحدة وحدة. هادو 4، 3 كبار ووحدة صغيرة، ايوا كل وحدة منكم تاخد حقها بلا غيرة، لكن الشريف وصاني وصية، قال لي التفاحة الصغيرة اللي فيها المزية نعطيها اللي ترضى بيها وما تقول لا وتكون قانوعة. العيالات 3 الكبار ملي شافوا التفاحات عينهم طاروا، كل وحدة بغات الكبيرة، الحمراء ولا الصفراء. قالت الأولى: ايوا أنا الكبيرة في العيالات، نستاهل الكبيرة في التفاحات. والثانية ترد عليها: ايوا أنا اللي ولادي غايشو كتار، خاصني اللي فيها البركة. والثالثة:
كل وحدة كتجيب حجة، حتى وحدة ما بغات الصغيرة. عيشة الزوجة الصغيرة كانت واقفة كتفرج ساكتة وما نطقات بحتى حرف. ملي شافت خواتاتها تخاصموا على الكبار تبسمات وقالت بصوت فيه وقار: أنا راضية بهاد الصغيرة، البركة في القليل، والحمد لله على كل تصريفة وتدبيرة. القناعة هي راس المال اللي عطاها ليا شريف، أكيد فيها فال. الراجل فرح بكلامها وعقلها الرزين، وعرف أنها هي اللي تستاهل السير الدفين. عطاها التفاحة الصغيرة وهو يدعي ليها: الله يرزقك من خيرها ويكفيك ما فيها. كل وحدة من النساء خدات تفاحتها ومشات فرحانة لبيتها. 3 الكبار كلاو تفاحتهم دقة وحدة، كل وحدة كتقول: أنا الأولى غنولد ونسبق الأخرى. أما عيشة خدات تفاحتها الصغيرة وشافت فيها بعين الرضا، قسمتها على 2 وقالت: وناكل اليوم النص وغدا إن شاء الله نكمل النص باش البركة ما تنقص. كلات النص الأول وهي تسمي الله، وحسات بواحد النور في ذاتها سبحان مولاه. الغد ليه وهي جالسة في بيتها سمعت شي حد كيدق الباب، صوته فيه بحة. طلعت لقات واحد الراجل مسكين بين عليه الجوع والتعب ديال سنين، لابس دراب البالية ورجليه حفيانين. يا لالا يا محسنين، راني جاي مطرقة بعيدة وما دقت الماكلة من مدة شديدة، عطيني مما سخك الله. عيشة قلبها رق ليه وما صابت باش تجود عليه. تفكرات نص تفاحة اللي بقى ليها، جبداتو وقعت ليه: هاكا سيدي، هذا ما قسم الله ليا، صغيرة لكن فيها البركة، كلها ودعي معايا بالصحة والتريكة. الراجل خدا من هذاك النص وعيني كدمع، كلها ودعا معاها بدعوات الخير. وعيشة رجعت في حالها لدارها وقلبها فرحان باللي دارت. وما هي إلا أيام قليلة حتى بانت العلامات على العيالات 3 كلهم حملوا مرة واحدة، والفرحة عمات الدار وتعالت الزغاريد. الراجل ما بقاتش قاده فرحة، يشكر الله ويحمدو على اللي بنحو. فاتوا شهور الحمل بالتيسير وكل وحدة كتوجد للولادة. ملي كملت المدة بدات الأولى كتولد وجابت ولد كيف القمر تبارك الرحمن، والثانية والثالثة كل وحدة جابت ولد كيف القمر، صحيح فصيح زينو مالي ماتي. 3 ديال الدراري كل واحد حسن من الآخر، والدار عمرات بالصوت والضحكات. غير عيشة اللي كانت كرشها صغيرة، والناس بدات كتهمس وتقول مسكينة يمكن ما فيها خير، لكن هي كانت صابرة وراضية، عارفة أن أمر الله كله حكمة خافية. حتى جاها المخاض وولدات، لكن يا حسرة جابت ولد صغير قد الكف، قزم ما يتشاف. الراجل ملي شافو تصدم وما عجبو حال: اش هاد المصيبة، هذا ماشي من الرجال، هذا مقيدش ما يسوى حتى خشرة بصلة. وسماه مقيدش. عيشة ملي سمعت كلام راجلها قلبها تقطع، لكن ضمت ولدها لصدرها وبدات كتردو: واخا تكون مقيدش انت ولدي وكبتي، وربي اللي خلقك هو اللي عالم بسرك. وهكذا بدا مقيدش حياته، صغير في الحجم، لكن شكون عارف اش مخبي ليه الزمان. دازو الايام وكبروا الدراري، 3 الخوت ما شاء الله، وكل واحد فيهم صحيح وقوي، زينو يبان كيف البردر مضوي. اما مقيدش مسكين بقى على حاله، صغير في الحجم، والناس تشوف فيه وتقول مالو، باه ما كانش كيحمل فيه الشعره، ديما كيعايرو: يا النكيرة انت ماشي من ولادي،
انت غير بلوى بلاني بيها الله، جيتي لهاد الدنيا بلا معنى. خوتو حتى هما كانوا قاسين عليه، يضحكوا على قدو ويضربوه وما يرحموه وما يخليوش يلعب معاهم. مقيدش كان ديما يبكي ويمشي عند امه يشكي لها حاله وهمه، ويقول ليها علاش امي انا ماشي بحال خوتي، علاش كيعاملني با هكا؟ ولكن وليدي واخا تكون صغير في العين راك كبير في العقل والدين. واحد النهار باهم شرى لكل واحد من خوتو عود اصيل، كل واحد فرح بعودو وسرجو وبداو كيتسابقوا في الخلا والغبره موراهم. مقيدش شافهم ودموعو سالو، حس بالحقره، مشى عند امو وهو يبكي ويقول شفتي امي اش دار با، شرى لهم العودان وخلاني انا، وحتى انا بغيت عود كيفهم نتسابق ونلعب ونبين لهم اني ماشي خايب. ايوا ما تبكيش يا وليدي، الدموع ما تفيد. ونوض وليدي، سير الزريبه ديال خوالك راه عامره بالكباش، اختار منهم واحد على قد حالك، واخا يكون كبش ربي يدير فيه البركه ويكون سند وعوين ليك في هاد المعركه. واخا يما واخا. ايوا يا السامعين، مقيدش ناض وتوكل على الله، قصد زريبه خوالو. ملي وصل لقى الكباش انواع واشكال، ها السمين ها الضعيف ها الكبير والصغير. بقى كيدور ويشوف حتى شاف واحد الكبش صغير واقف بوحدو في القنت، حالته تحير، كان ضعيف وبين عليه المرض، الصوفة ديالو كاملة تنتفات. مقيدش قرب منه وحس بيه بحال بيناتهم شي حاجة غريبة، وقال ايوا هذا اللي غندي، واخا صغير وضعيف هو يقدر يصدق ليا. دا مع لدارهم وخوتو شافوه وبداو يضحكوا عليه، لكن هو ما تسوقش ليهم. دخل الكبش للزريبة وجاب ليه حبل دار بيه الجام وعطاه شوية الربيع، لكن مي بغى يركب عليه الكبش كان عالي شوية وهو صغير ما قدرش يوصل ليه، وبقى كيخمم كيفاش يدير حتى سمع الكبش كيتكلم بصوت بنادم وقال ليه مقيدش ما تخاف ما تحزن، انا عوينك من اليوم، غير طلع فوق ظهري وشد مزيان وقول لي الكلمة اللي تفتح البيبان. مقيدش تعجب من كلام الكبش، لكن قلبه فرح وارتاح وقال واش هاد الكلمه يا كبش العجب؟ قول يا كبش يا كبيش اجري والحقهم بيش. مقيدش طلع فوق الكبش بالزز وشد في الصوفة ديالو وبقى يقول بصوت مجهد يا كبش يا كبيش اجري والحقهم بيش. شوية طار به الكبش كيف الريح، ما خلى غبرة موراه، لحق خوتو اللي كانوا يتسابقوا بالعودان وهما يشوفوه جاي من بعيد تصدموا وبداو يقولوا كيفاش هاد القرداش لحقنا بهاد الكبش الخرشاش. مقيدش فرح براسو وبالكبش ديالو وبقى تابع خوتو ما على بالو. كملوا طريقهم في الخلا الواسع حتى شافوا واحد النخلة عالية عامرة بالتمر، وقفوا تحتها وبداو يشوفوا في التمر، كل واحد نفسه فيه وبغى منه، لكن شكون يقدر يطلع النخلة ويجبدو؟ شكون فينا يطلع لهاد النخلة ويجيب لنا التمر؟ راه نفسنا ولات ليه تايهة. كل واحد بدا يشوف في الاخر، النخلة عالية وتزلق واللي يطلع يقدر يطيح ويتعلق. وانطق مقيدش من فوق كبشو وقال انا نطلع ليكم. قال لك يطلع انت طلع، ياك ما تسطيتي يا خويا، كيفاش غتطلع وانت قد الفتوته؟ لكن مقيدش ما تسوق ليهم، هبط من فوق الكبش ومشى جهة النخلة، بدا يطلع بخفة ورشاقة بحال السنجاب، ما خاف ما والو. خوتو بقاو حالين فمهم كيشوفوا فيه طالع حتى وصل راس النخلة، بدا كيقطع في التمر وياكل، والبنة ديالو تنسيه في كل همومه. هما كيعيطوا له من التحت ومقيدش والو حلينا حقنا، راه الجوع فينا شقق لينا المصارن. مقيدش سمعهم وعوض ما يلوح ليهم التمر بدا كيلوح ليهم العظم اليابس المر
كل عظمة يلوحها تجي في شي واحد منهم ويضحك، وهاكم باش تشبعوا همكم. الخوت تقلقوا وقالوا هاد مقيدش ما فيه خير، ديما فعالو مقلوبين. تقلقوا منه ومشاو بحالهم وخلاو بوحدو فوق النخلة، حاصل ما عارف كيفاش يهبط بوحدو. بقى مقيدش الفوق ياكل في التمر ويخمم كيفاش غادي يهبط، والليل بدا يظلم حتى سمع صوت الكبش من التحت. مقيدش، انا معاك ما تخافش، انا معاك حتى الموت، غير لوح ليا شي عظمه ديال التمر تجي فوق ظهري، وملي نقول لك ارمي راسك ارمي. دار داكشي اللي قال ليه الكبش، لاح العظم ديال التمر وجا نيشان فوق ظهر الكبش. يلا مقيدش، توكل على الله ورمي راسك تجي فوقي ما تخافش. مقيدش غمض عينيه ورمى راسو من الفوق وطاح نيشان فوق ظهر الكبش كيف البرقوق فوق الطبق. فرح بالنجاة وشد في الكبش وقال ليه يا كبش يا كبيش اجري والحقهم بيش بيش. مشى الكبش بمقيدش كيف البرق، ما وقف حتى لحق بخوتو، لقاهم واقفين على واحد البير غارق والشمس فوق ريوسهم والعطش نشف جوفهم. كانوا كيتشاوروا بيناتهم كيف يديروا باش يجبدوا الماء ويبردوا القلب. البير غارق وما عنده دلو، واللي هبط ليه يقدر ما يرجعش لاهله. ملي شافوا مقيدش جاي من بعيد فرحوا وقالوا ايوا جا المنقذ الوحيد. مقيدش خفيف وصغير وهو اللي يقدر يهبط لهاد البير ويجيب لينا الماء. قرب منهم مقيدش وهو كيضحك مالكم اخوتي؟ مقيدش انت خفيف ظريف كي شتي راه عطاش قتلنا، ايوا هبط جيب لينا الماء. ايوا واخا انا نهبط على قبلكم، ولكن بشرط تعطيوني اي حاجه طلبتها. وموافقين، غير هبط دابا راحنا غنموتو بالعطش. ربطوه بواحد الحبل في خصرو وهبطوه بشويه للبير وهو كيتامر ويتشرط بخاطرو. ملي وصل لتحت لقى الماء بارد، شرب حتى برد، غسل وجهه ويديه وحس براسو بحال تولد من جديد. وخوتو من الفوق يعيطوا له مقيدش وصافي طلعتي الماء ولا باقي؟ سمعهم وضحك ضحكه خبيثه، قال خاطرو يوريتكم التمر بالعظم ودابا غنوريكم الماء بالغم. جبد واحد الكاس كان معاه وبدا كيعمر الماء ويشرب. مشى لواحد الجنب ديال البير فيه الماء موسخ، عمرو ليهم وطلعوا لهم قال لهم هادشي اللي كاين هنا. عرفوا كيكذب، تقلقوا منه مره اخرى، حيدوا الحبل وخلاوه في وسط البير. ايوا خوتو خانوه وخلاوه وسط البير بالجوع والبرد حتى عيط على الكبش ديالو اللي جا طلعو بالحيله. لحق خوتو ولقاهم تايهين في الصحراء، جابهم حتى لواحد الدار كتسكن غوله وبناتها السبعه. الغوله رحبت بيهم بحيله باش تطبخهم وتاكلهم. كانت ما كتعرف لا شفقه ولا رحمه، لكن مقيدش كان متهور، بدل الغطا بين خوتو وبنات الغوله ونقلب السحر للساحر وخلاها تطبخ بناتها بلا ما تحس. لكن الغوله ما استسلمتش، تبعاتهم وما خلت حد من خوتهم وكلاتهم قدام عيني. ومع ذلك عقلو كان داير خدمته. خدعها مرة أخرى، دخل في قلة عامرة بالزبيب والزبدة وهرب منها وهي ناعسة. وفاش لحقاتو دخل دارها القديمة وتحالف مع بنتها الوحيدة وشعل فيها العافية حتى طاحت الغولة وماتت وسط الرماد. ورجع مقيدش لبلادو بعد ما داز من النار والموت، واستقبلته ميمتو بالدموع والفرحة. تصالح مع باه وبداو الناس في القرية يقدروه وتزوج وعاش بخير هو بالكبش ديالو. وهكذا يا سيادي مشات حجيتي من الواد لواد وبقيت انا مع الناس الجواد. ما تنساو تخليو تعليقكم تحت الفيديو. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء مع حكايات جديدة.